قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، كما جاء في الآية 102 من سورة الكهف. السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب. معكم عباس جميل السلطاني. سألني أحدهم عن معنى نزلا. النزل هو ما يقدم للضيف عند قدومه، أي ضيافة، والآية تستخدمه هنا بسخرية لأن هذه الضيافة مهينة وليست كريمة. المعنى الآخر يمكن أن تعني النزل أيضا بمعنى المنزل، أي جهنم ستكون المنزل الوحيد الذي ينزل فيه الكافرون. الاعتاد يعني الهيئة والإعداد، أي إنا اعتدنا جهنم لهؤلاء الكافرين بي المتخذين عبادي من دوني أولياء، لتكون معدة لهم عند قدومهم تكريما لهم، فالجملة الكريمة مسوقة على سبيل التهكم بهم والتقريع لهم، لأن جهنم ليست نزل إكرام للقادم عليها، بل هي عذاب مهين له. وقد ذكرت كلمة نزل ومشتقاتها حوالي 25 مرة في القرآن الكريم. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا تحياتي محدثكم عباس جميل السلطاني.